لان انا متاكده ان جوه كل واحده فيكم في فاطمه صغيره. هاي بنات، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل ميك اب مع بعض، ولكن هو مش مجرد ميك اب، يعني الميك اب هيبقى بسيط جدا. الفكره منه ان انا عايزه اعرفكم هو انا فين. حسيت لو اهلا كده ان انتم من حقكم عليا 6000 شخص اللي بيتابعني انتوا تعرفوا انا ليه بختفي وبرجع وبروح فين وبخطط لايه، وايه الفيديوهات الدينيه اللي نزلت مؤخرا دي، وليه بطلت ميك اب. انا حاسه ان انتوا بجد من حقكم عليا ان انا اعرفكم كل التفاصيل دي، وتعرفوا رتم القناه الجاي ماشي ازاي. اولا حقكم عليا على اللخبطه اللي فاتت دي، فانا حابه ان اتكلم معاكم كده في حاجات كتير تخص القناه، لان احنا كلنا اصحاب القناه. انا مش مجرد واحده بس بتنزل فيديوز ومش مهتمه بعدد متابعين ولا كل الكلام ده، لا انا مهتمه بكل واحده بتتابع، مهتمه بكل واحده مستنيه فيديو ليا، مستنيه ان انا انزل اي حاجه اذا كان هنا ولا على الانستجرام. انا مهتمه بيكم ومركزه معاكم، ولكن كان في تخبطات كتير جدا في دماغي، فطلع احكي النهارده شويه معاكم الصراحه، ونعرف القناه هتمشي على ايه وايه اللي هينزل فيها الفتره الجايه باذن الله. نحاول نخلي الكلام كده هو يكون خير الكلام ما قل ودل يعني، ونعمل ميك اب كده شكله لطيف خفيف ظريف ما فيهوش اي حاجه وبس كده يا بنات. الميك اب مش للنزول، الميك اب للتسليه بنات كده مع بعض. لو انتي اول مره تشوفيني، هاي انا فاطمه من اسكندريه، بقدم محتوى على اليوتيوب وبس كده. ما تنسيش تعملي شير مع اصحابك عشان عايزين نرجع ان شاء الله التفاعل في القناه الفتره الجايه اكتر واكتر بكتير من المهازل اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت. ويلا بينا نبدا على طول على الفيديو. مبدئيا كده انا فين وليه بطلت محتوى ميك اب؟ طيب انا هتكلم معاكم النهارده بمنتهى الصراحه، لان انا حاسه دلوقتي ايه، انتوا عارفين انا في فتره معينه كده في الشهر اللي انتوا بتكونوا بتعملوا فيه حاجات انتوا مش مدركين انتوا بتعملوا فيها ايه، بس انا في الفتره دي دلوقتي، فانا حاسه ان انا هعترف باعترافات خطيره النهارده. طيب انا بطلت ميك اب عشان هو حرام. الميك اب حرام ان احنا نظهر بيه، والميك اب حرام ان احنا ننزل بيه قصاد الناس، قصاد الرجاله، ما ينفعش حد يشوفه بغير محارمنا، الكلام ده كله. فعشان كده انا كان ضميري بيأنبني لفتره طويله جدا على المحتوى ده. طول الوقت حاسه ان انا لو مت وانا بالمحتوى ده انا هفضل بجد، يعني الموضوع مأزمني. فعشان كده قلت لا، انا هبطل اكون ميك اب ارتست. اصلا الميك اب ارتست دي شغلانه على فكره، على قد ما هي كانت جميله وبعمل حاجه انا بحبها، انا بحب الميك اب جدا وحاربت كتير قوي. ده اللي اوقات بفكر فيه، اللي هو انا حاربت كتير قوي علشان اقدم محتوى على اليوتيوب مع اهلي، وحاربت كتير قوي عشان اكون ميك اب ارتست، وعرفت خطوات. جماعه انا اقسم بالله يعني انا بروفيشنال، انا بجد، انا لما بحكم على نفسي انا بجد شاطره في المجال ده. انا بعرف اتحكم في البشرات وبعرف يعني انا من تجاربي على نفسي وعلى الناس اللي حواليا ودراستي الكتير في المحتوى ده، انا يعني اخدت كل حاجه فيه. انا فاهمه في الميك اب. والله مش بقول دلوقتي اشكر في نفسي بحاجه، لان انا كده كده بطلت، فمش محتاجه ان انا اقول لكم واو انا تحفه، فاهمين؟ فانا بحس ان انا حاربت كتير قوي عشان اوصل، حاربت كتير عشان المحتوى، حاربت وفي الاخر انا في لحظه، وعلى فكره وانا ببدا كان في ناس كتير جدا من صحابي كده كانوا واهلي عشان حرام ومش هينفع وبتاع، وانا كنت دايما بقول ان انا اجرب ومش هيحصل حاجه، والناس كلها بتعمل المحتوى ده، والناس كلها بتعمل كذا وكذا وكذا، تمام. ودخلت فيه لحد سبحان الله كان ربنا، وانا مش بتعلم غير بالطريقه دي، ان انا اعمل حاجه ويعني اعيش فيها كده مع نفسي، وبعد كده اكتشف اذا كان هي تناسبني او لا. فالمهم زي ما بقول لك كده، انا سبت ان انا اشتغل از ميك اب ارتست علشان الحرمانيه. شغلانه الميك اب ارتست، يعني لو انت واحده بتفكري تشتغلي ميك اب ارتست، انا لما جيت عملت سيرش، لان انا واحده برضو بتهتم بالدين جدا، جيت عملت سيرش سمعت الشيوخ بيقولوا حاجه، انها الشغلانه دي زي كل حاجه فيها جانب حرام وفيها جانب حلال. زي بالظبط الشخص اللي بيبيع سكينه، ممكن يبيع لحد هيضحي بيها، وممكن هيبيعها لحد يقتل حد بيها، فاهمين؟ ده طبعا على قد اللي انا سمعته، ولكن الجزم في الموضوع ده يا بنات والله انا ما لقيتش جزم في الموضوع ده. بس الحاجه بقى الحرام اكيد بقى اللي هي ما فيش فيها نقاش، فكره ان انا اولا ان انا اكون بشجع البنات ان احنا نكون بنحط ميك اب، ويلا نحط ميك اب واحنا نازلين ولا الكلام ده كله. لو تلاحظوا اصلا في اخر كام فيديو ليا وانا بحط ميك اب وانا نازله، كنت بفضل لكم الميك اب حرام ما ينفعش نفضل ننزل بيه وكذا وكذا وكذا. وعلى فكره انا اصلا على قد ما انا بقدم محتوى على النت باللي انا بحط ميك اب ومش عارفه ايه، بس انا مش بنزل بميك اب كده عادي خالص، اللي هو اصلا ما بحطش كونسيلر كده وانا نازله.
اوقات بحط تنت عشان الانيميا بس كده، عشان ببقى انا شكلي تعبان جدا من غير ميك اب. الانيميا بتاعتي 6 يا جماعه، وعندي مخزون حديد بايظ، يعني بتعالج الفتره دي فدعولي. فالمهم انه انا مش الطبيعي ان الواحد بينزل بفول ميك اب يعني، تمام. وربنا ما يكتبنا يا رب يا رب يا رب من ان احنا نكون بنعمل كده، واي واحد تكون بتعمل الذنب ده ان هي تكون يعني تبطله باذن الله. انا مش عايزه اكون بشجع البنات ان احنا ننزل بميك اب، ولا عايزه اكون بقى نورماليز الموضوع اللي هو بخلي الموضوع طبيعي بقى، اللي هو كلنا بنحط ميك اب واحنا كلنا لا 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 لا. اصلا فكره ان احنا نكون كلنا بنعمل حاجه حرام فالحاجه دي بطلت تبقى حرام، لا الحاجه دي ستيل حرام على فكره، بس هو ذنب احنا مش عارفين نبطله دلوقتي، بس باذن الله نبطله في يوم من الايام خالص. فعشان كده انا كنت بطلع لكم على الانستجرام واقول لكم ان انا هبطل انزل فيديوز ميك اب، او ان انا خلاص بطلت اكون ميك اب ارتست. انا مش هحط تاني بنات از ميك اب وكده وهم اصلا عندهم مناسبات وكده. وكنت لسه اصلا بقول لكم ان هو شغل الميك اب ارتست على قد ما هو لذيذ والحاجه انا فاهماها وكده، ولكن يا جماعه في ناس مش بتبقى عايزه تدفع فلوس، في ناس بتبقى مستخسره الفلوس اللي هي بتدفعها لكم، في ناس بتبقى بص في الفلوس ان هي اللي هي دفعها لكم، في ناس بيكونوا فاكرين انتوا معاكم فلوس كتير قوي وانتوا اصلا شحاتين. والله العظيم انا بصوا كل الادراج اللي ورايا دي فيها ميك اب، انا بقالي 5 سنين بجمع في الميك اب ده، لا 4 سنين من اولى كليه، فانا مصروفي كله هنا فده اوقات بيصعب عليا اللي هو انا استحاله ارمي الميك اب ده، حتى لو بطلت المحتوى ده خالص خالص خالص. الميك اب ده يعني في ذكريات كده بيني وبينه، يعني سنين سنين بحارب عشان اشتريه، دي الحاجه بجد اللي انا يعني بحبها، فاهميني. ولكن كان دايما برضو بيجي في بالي فكره ان هو من ترك شيئا لله عوضه الله بشيء احسن منه يعني. فجيت بقى فتره انا كنت متخبطه ويعني بطلت انزل فيديوز، وكنت وقتها بشتغل وبعد كده سبت الشغل ومش عارفه ايه، فما كنتش فاضيه، مش رايقه، دماغي مش فاضيه كفايه ان انا ارجع لليوتيوب. وعلى فكره انا يعني بحب اليوتيوب، انا بحب اقعد، على فكره حاجه مختله جدا تكوني قاعده بتكلمي نفسك بس انا بحب ده، انا بحب ارغي معاكم. وكل واحده منكم على فكره تكون تبعت لي مثلا على الانستجرام او كده، انا مش بحس بقى اللي هو الله في ناس تعرفني، لا انا بكلمها كانها حرفيا اختي. بجد بحب كوميونيتي البنات، دي الحاجه يمكن اللي مخلياني اصلا مش عايز اسيب اليوتيوب. انا بحب الكوميونيتي بتاع البنات، المحتوى بتاع البنات، رغي البنات. انا في اي مكان في بنات انا بكون مستمتعه، واحنا حوالين بنات كده بحس ان هو سبحان الله ربنا خلقنا لبعض كده، احنا كنا طول الوقت مع بعض وبندي لبعض كده طاقه حلوه، بنقف جنب بعض، لان احنا كبنات بنحس ببعض، احنا حساسين او عندنا قلب كده، فاهمين. فاحنا بنحس ببعض، كل واحده فينا مرت بحاجه التانية اكيد مرت بيها زيها، فبنبقى قلبنا على بعض وفاهمين بعض. فعشان كده انا بحب ده، عشان كده ما فكرتش يوم ان انا ابطل يوتيوب خالص، لا دايما تفكيري انا طيب انا هبطل محتوى ميك اب عشان حرام، طيب انا عايزه ادور على محتوى تاني يجمعني بالبنات، مش عارفه ايه. واصلا لو ملاحظين انا رغايه طيب ما علينا بقى بكل ده، انا هعمل ايه الفتره الجايه؟ زي ما قلت لكم انا بحب الكوميونتي بتاع البنات وبحب المحتوى ده، فاحنا هنطلع الفتره الجايه نتكلم. انا مش هكلمكم عن حياتي الشخصيه اكيد لا، يعني ده مش محتوى او دي مش حاجه تستفادوا منها اصلا بحاجه. انا هحاول مواضيع القناه كلها تبقى مواضيع مشتركه بينا، زي مثلا انا الفتره دي بتعلم في الدين، عشان كده عملت السلسله بتاعت يلا نعرف ديننا سوا، دي حاجه شغلاني الفتره دي، حابه ان انا اعرف في ديني اكتر، اقرا في ديني اكتر، واكون ببسط لكم الموضوع، مش مكبره الموضوع عليكم او الموضوع يكون تقيل، لا انا بعرف الموضوع بمنتهى السلاسه وطالعه اقولها لكم. وهكذا حابه ان انا اشارككم برضو حاجات كتير تانية، زي مثلا في رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان بعد بكره تقريبا. انا حابه في رمضان ان انا اتدبر القران، او ان انا مثلا في اسئله كده شويه بتجي عن السور، عن نزلت امتى، عن سبب نزولها، عن تفسير السوره، الكلام ده. هل انا افقه في شيء؟ ابدا، لا شيء ابدا خالص يعني، تمام. فانا حابه ان انا زي ما هتعلمه، وده حاجه تشجعني ان انا اتعلمه كمان، ان انا اطلع اعلمها لكم، اللي هو مثلا الصوره دي تفاصيلها انا عرفتها فانا هطلع اقولها لكم. اللي مهتم بالمحتوى ده هيكون مستمتع وهو بيسمع فاطمه وهي بتحكي عن الحاجات دي او الحاجات اللي هي درستها وهي بتقوله بطريقتها. واللي مش مهتم بالموضوع ده هيلاقي فاطمه منزله محتوى تاني. دايما جاي في بالي حاجه كده، ان هو اكيد في حد هيكون قابل ده مني، اكيد في حد هيكون مستمتع بده مني، لاني عايزه اقول لكم على حاجه، المحتوى ده سمعي اكتر ما هو مرئي. فمش ناس كتير بتحبه، ان في ناس بتحب تتفرج على الميك اب اكتر، مش عارفه ايه.
فانك تكون تسمع بس مش دايما الناس بتحب ده. لان انا عايز اقول لكم على حاجه، المشاهدات الفتره الاخيره كانت زي يعني كانت وحشه، بس انا كنت من جوايا حاجه كده بتقول لي ان انا بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات، فطبيعي ان الناس يعني تكنسلني. وحاجه كمان ان انا محتوى انتوا لسه مش عارفيني فيه، فمش هيحب حد يخش المحتوى ده الا لو فعلا حد عارف فاطمه وعارف هي فاطمه بتعمل ايه الفتره الاخيره. انا المشاهدات حرفيا عندي نزلت تحت الارض. انا كانت في فيديوهات عندي بتجيب 1000 و2000، دلوقتي اخر فيديو جايب تقريبا، انا بعد ساعتين بخش كده اشوف المشاهدات لقيتهم 10. حسيت بصدمه كده، بس مع ذلك في حاجه جوايا بتقولي فاطمه لا، يعني كملي، مش مشكله، كملي تاني. عملت كده شويه اي شادو في عيني وهنا الرموش ركبت فوق الرمش شويه. وانا اصلا ما بقتش احط، او انا اصلا ما بحبش احط ماسكارا على فكره كتير خالص، لان انا بخاف جدا على رموشي، يعني انا ببوظ بشرتي وخايفه على رموشي، ودي حاجه شيء الماسكارا يا جماعه بيبقى وحش جدا بالنسبه لي. يعني ما بحبش احط ماسكارا عشان حوار ان انا اشيلها ده. المهم انه هو الفتره الجايه ان شاء الله المحتوى هيبقى كله كده كلام، حاجات انا مريت بيها فهطلع اقولها لكم، كلام كله يلمسنا، لان انا متاكده ان جوه كل واحده فيكم في فاطمه صغيره. لان انا على فكره مؤخرا اكتشفت ان انا انسه. يا جماعه انا كان عندي حاجه كده في بالي، انا طول الوقت شايفه نفسي لسه صغيره لان انا صغيره وسط اخواتي، انا طول الوقت فاكره ان انا لسه بنت صغيره، اللي هو بجد. ففي شويه من تصرفاتي بجد تصرفات متخلفه لان انا حاسه ان انا لسه صغيره، فانا محدش هيحاسبني على افعالي. وانا اكتشفت ان انا عندي 23 سنه، فانا المفروض بقى ابقى انسه زي الانسات دول واتكلم زي الانسات ويكون عندي خبرات زي الانسات وكده، بس انا يعني على الله حكايتي. حتى عارفين النهارده انا عامله ميك اب شبه البنات، مش كده؟ حسيتوه كده ولا ايه؟ انا حاسه كده قوي. فالمحتوى الديني يا بنات اللي هتلاقوه على القناه مش ان انا بقيت شيخه، هو يا رب يعني نكون شيخه وكل الكلام ده، ولكن مش عشان كده، ده عشان ان انا بتعلم حاجه فبطلع اقولها لكم. زي ما قلت لكم انا لو قريت كتاب حلو هطلع اقول لكم مثلا الكتاب ده انا لقيت فيه كذا وكذا وكذا. لو نزلت شغلانه مثلا هطلع اقول لكم على الشغلانه واستفدت ايه منها وما استفدتش ايه منها. هيكون كده زي كوميونتي، تمام، او مجتمع كده نتكلم فيه عن الحاجات اللي تخصنا احنا كبنات او الحاجات اللي بتلمسنا احنا كبنات، لان دي الحاجه اللي انا عايزه اكمل عليها بقى حياتي ان شاء الله. لانه انا اكتشفت ان انا مش هنزل اشتغل تاني في حياتي، انا مش عايزه انزل اشتغل في الشارع تاني، مش عايزه اقابل ناس تاني. فانا هقابلكم من خلال ده، من خلال الكاميرا دي دلوقتي كده، انا هيكون في كده ايه تواصل بيني وبينكم. وبخصوص موضوع الشغل ده على فكره، فاصلا ده كان المحتوى بتاع النهارده، لان انا كنت اصور لكم النهارده عن شويه حاجات اكتئاب ما بعد التخرج والشغل والكلام ده، فاجلته علشان اطلع اقول لكم الكلمتين دول عشان تبقوا عارفين احنا رايحين مع بعض فين. بس بقى الحاجات اللي بتاعه التخرج والناس اللي داخله على التخرج والشغل والجواز والكلام ده كله محضره له على فكره سكريبت، علشان انا بنسى، ولو اتكلمت كده يعني مني لنفسي بضيع الدنيا. فان شاء الله الفيديو الجاي هو اللي هنتكلم فيه عن الحاجات دي. وبس كده، انا بتمنى من كل قلبي بجد ان يكون الفيديو وصل لكم، ويكون المحتوى الجديد ده يكون ممتع بالنسبه لكم، لانه في بالي حاجه كده، اكيد في حد بيستلطفني، يعني اكيد في حد بيحب فاطمه تطلع تتكلم. ولان انتوا كمان كنتوا بتخشوا تقولوا كده على الانستجرام، وانا حابه اكمل على ده بقيه حياتي، اللي انا افضل كده على طول هنا، فاهمين؟ وبس انا مش هريه اكتر من كده، لان الساعه اصلا 1:30 دلوقتي بالليل، وانا طالعه احط ميك اب، فده مش شيء طبيعي خالص، مش كده ولا ايه؟ او طبيعي لان احنا بنات. مش كده؟ وبس كده يا بنات، اشوفكم في كل الفيديوهات الجديده اللي ان شاء الله تعجبكم قوي قوي قوي، وباي باي.